هنا البنات بالنسبة للبطبوط اللي شاركت معكم اللي بالاعشاب بالزعتر، راه كيجي البنات لذيذ بزاف صراحه. راه واحد البنيه البنات ما نقدرش نوصفها لكم. ان شاء الله ملي تجربوا هذه الوصفه غتعرفوني علاش كندوي. خصوصا البنات هذا المخمار تاكلوه سخون اولا الا طيبتوه قبل وبحالكم بغيتو ديروا الكوتي اولا تفطروا، تسخنوه ضروري البنات باش يجيكم داك المذاق وداك اللوغو. هنايا البنات كيف كتلاحظوا معايا بالنسبه للبطبوط ديالي اولا المخمار كيف كتلاحظوا هو هذا شكلا ومذاقا. راه كيجي البنات محمر جديد سريع التحضير. هنايا البنات كيف كتلاحظوا معايا راه بدون دلك وتبارك الله ما شاء الله راه كيجي لذيذ بزاف. ها نتوما البنات كيجي خطير البنات روعه شكلا ومذاقا، وواحد المذاق يا البنات مشهيتكم فيه. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هاد لا فيديو ديالي في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي رائعه جدا. هي عباره عن بطبوط او مخيمرات منسمين بالاعشاب كيجوا لذاذين بزاف. لذاذ شكلا ومذاقا كيجوا رائعين البنات، خصوصا في هذا الفصل اللي بارد. وايضا ان شاء الله توجدوهم في رمضان كيجوا ساهلين وبساط وكيجوا اكثر من رائعين. فقط تبعوا معايا المقادير وايضا الطريقه باش ننجح معكم الوصفه. هنايا اول حاجه اللي نبدا بها البنات هي الدقيق. هنايا كيف كتلاحظوا معايا عندي واحد الكميه ديال الدقيق. هنايا بالنسبه للدقيق عندي الفورس مخلط مع الدقيق الكامل كيف كتلاحظوا معايا في الفيديو. عندي هنايا الماء دافي. عندي هنايا تقريبا واحد 4 المعالق ديال الزيت البلديه. عندي معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه اللي هي خميره ديال الخبز. عندي شويه ديال الملح قبيصه ديال الابزار صغيره. معلقه كبيره ديال السكر سنيده. وعندنا العنصر الاساسي والمهم في هذه الوصفه هو الزعتر. كيف كتلاحظوا هادو هما المقادير البنات اللي غادي نوجدوا بهم هاد البطبوط. دابا ندوزو مع طريقه التحضير وخليكم معايا البنات. اول حاجه اللي غادي نبدا بها خاص يكون الدقيق عندنا في واحد الاناء اللي غادي نخلطوا فيه هاد العناصر. هنايا غادي ناخذ هذوك المكونات اللي شاركت معكم كيف كتلاحظوا: الخميره والسنيده، قبيصه ديال الملح وقبيصه ديال البزار، وواحد الكونتيتي ديال الزعتر تقريبا معلقه ونص ديال الزعتر. غنديروا كلشي البنات دفعه واحده. حتى بالنسبه للملحه حتى هي كنديرها في المره الاولى. كيف كتلاحظوا غادي نخلط دابا هاد النواشف هما الاولين. بالنسبه للدقيق راه كيبقى على حساب العائله عندكم، تقدروا ديروا نص كيلو لكم الاختيار. هنا غادي ناخذ هذاك الزويته بلديه بهذه الطريقه، وغادا نبدا نضيف في الماء اللي دافئ البنات، ونبدا نجمع في الخليط ديالي باش ما يجيكمش لا فيديو طويل. غادا نجمع الخليط ديالي ونرجع معكم البنات. كيف كتلاحظوا معايا من بعد ما جمعت الخليط ديالي هنايا كناخذ شويه ديال الزيت البلديه وكنديرها من الفوق ديالها بحال هكا، وغادا نخليها البنات تخمر على خاطرها واحد المده ديال نص ساعه ونرجع معكم. هنا البنات كيف كتلاحظوا معايا العجين شكلتها الى كرات على حساب القياس اللي بغيتو. انا اختاريت هذا القياس. هنايا دابا البنات غادا نقرصهم ونرجع معكم. هنا البنات كيف كتلاحظوا معايا هنايا قرصت البطبوط كيف كتلاحظوا في لا فيديو. دابا البنات غادا نغطيه ونخليه حتى يخمر على خاطره وغادا نطيبو ونرجع معكم. هنا البنات خديت واحد المقيله ديال البطبوط مخمار هنايا، وبديت كنطيب البنات في هذاك المخمار اللي شاركت معكم. صراحه البنات راه واحد الرويحه طالعه يا سلام ديال الزعتر.
صراحه راه شي حاجه اللي كتجي زوينه بزاف. هنا يبدا يتحمر. ملي غادي يطيب ليا من الجهه الاخرى نعاود نقلب وحتى طيب ليا هكاك المخماره اولا البطبوطه. هنا البنات كيف كتلاحظوا عاودت معكم واحده اخرى، هذيك طابت ليا، عاودت واحده اخرى دابا طابت من الجهه الاخرى كيف كتلاحظوا، وقلبتها للجهه الاخرى حتى طيب حتى هي. وغادا نعاود نفس العمليه ديال الطهي، وان شاء الله نرجع معكم في طبق التقديم. خليكم معايا. هنا البنات بالنسبه للبطبوط اللي شاركت معكم اللي بالاعشاب بالزعتر، راه كيجي البنات لذيذ بزاف. صراحه راه واحد البنيه البنات ما نقدرش نوصفها لكم. ان شاء الله ملي تجربوا هذه الوصفه غتعرفوني علاش كندوي. خصوصا البنات هذا المخمار تاكلوه سخون اولا الا طيبتوه قبل بحالكم بغيتو ديروا الكوتي اولا تفطروا، تسخنوه ضروري البنات باش يجيكم داك المذاق وداك اللوغو. هنايا البنات كيف كتلاحظوا معايا بالنسبه للبطبوط ديالي اولا المخمار كيف كتلاحظوا هو هذا شكلا ومذاقا. راه كيجي البنات محمر لذيذ سريع التحضير. هنايا البنات كيف كتلاحظوا معايا راه بدون دلك وتبارك الله ما شاء الله راه كيجي لذيذ بزاف. ها نتوما البنات كيجي خطير البنات روعه شكلا ومذاقا، وواحد المذاق يا البنات مشهيتكم فيه. بالنسبه للوصفه ديروها هكا في هذا الجو اللي بارد ولا في رمضان، لكم الاختيار. صراحه راه كتجي شي حاجه زوينه. بالنسبه للعجين اللي شاركت معكم عطاني هذا الكونتيتي تبارك الله ما شاء الله. هنايا انا المخمار كنديرو شويه كبير، ما كنديرش مخمار صغير، يعجبني هذا الحجم هكا اولا هاد الاحجام اللي نتوما شفتوا. ولكم الاختيار بديرهم صغيورين يجوا بريستيج لما لا. كنتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه مع الاصدقاء والعائله ديالكم ولي تعم الفائده. ودابا غادا نقطع معكم واحد المخماره باش تشوفوا كيفاش كيجي من الوسط. ضروري هكا باش تاخذوا فكره على هذا المخمار اولا البطبوط كيفاش كيكون. ثاني عاودت رجعت معكم قطعت البطبوط. هانتوما تبارك الله ما شاء الله كيجي مهوي كيف كتلاحظوا ومنسم بالزعتر. راه مازال البنات سخون كيف كتلاحظوا. هنايا راه البخار باقي فيه. هانتوما البنات راه كيجي شي حاجه اللي هي زوينه بزاف. غير جربوه في البيوت ديالكم وغادي ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله.